اللي خايف منه حصل تاني. شعلة الحماس بتختفي كل شوية ومش عارف اعمل ايه. ده الاحساس اللي انا عايش بيه الفترة دي، واللي بنسبة كبيرة انت كمان عايش بيه. ساعات بتمنى ان كل حاجة تقف واحاول اركز بس على الحاجة اللي انا نفسي فيها، لكن كل اللي نفسي اعمله بيروح وبنساه في زحام الحياة. ما بقاش فيه افكار. الوعود اللي بفضل اوعد بيها نفسي كلها بتتأجل، تسويف ورا تسويف ورا تسويف. فكان لازم اسأل ليه انا كده ومش عارف اعدي الجزء ده من حياتي. سمعت ناس كتير بتتكلم عن الاستمرارية. الكلام عنها منطقي، لكن يبدو من ظاهره انه صعب. فكرة انك تفضل مواظب على حاجة يوم ورا يوم ورا يوم اكيد مش بالامر السهل. بس هل مفيش غير كده علشان اوصل لازم استمرارية؟ اصل فكرة انك تبقى مستمر على شيء حتى لو مش قادر تعمله فكرة جافة قوي. ما عنديش مشكلة في الاستمرارية، بس يفضل عندي نفس الحماس اللي بيجري في الاول. الفكرة ان الحماس ده كلها كام يوم، مدة مبتبقاش كبيرة ابدا وبيختفي. اللي ادركته بعدها ان شعلة الحماس اللي بتجيلك دي هي مجرد شعور، زي الحزن، الفرح، الغضب، الحب. وكده كده مفيش شعور في الدنيا دائم مهما بلغت قوته. المختلف في الحماس انه بيديك اول زقة، الشرارة اللي بتطلع من الكبريت علشان تقدر تعمل الحريقة بتاعتك، اللي اما تفضل مولعة او يجي شوية هوا ويطفوها للأبد. بص، الاستمرارية لا تعني أي شيء لو مفيش هدف في النهاية. الناس كلها بتتكلم عنها وعن قد إيه هي مهمة فعلا، بس السؤال أنت عايز تستمر ليه؟